الهجرة النبوية حدث تاريخي وذكرى ذات مكانة عند المسلمين، يقصد بها هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى يثرب، والتي سميت بعد ذلك بالمدينة المنورة. كانت الهجرة لما يلاقونه من عذاب، خاصة بعد وفاة أبي طالب عم النبي. بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف، بدأ يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج لطلب الإيواء والنصرة. من بين من نصروا عدد من الخزرج. وبعد عام، عندما كان يعرف بالعقبة، كانت بيعة العقبة الأولى. وبعد عام آخر كانت بيعة العقبة الثانية. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى يثرب فرارا بدينهم من قريش. كانت يثرب مكان للهجرة استجابة لأمر الله بالهجرة إليها، ومبايعة أهلها للرسول صلى الله عليه وسلم. حاولت قريش منع المسلمين من الخروج من مكة بأشكال مختلفة. لم يبقى بمكة غير النبي صلى الله عليه وسلم وقليل من المسلمين. قررت قريش قتل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته لمنع من الهجرة. وقد أعلم الله نبيه بالمؤامرة وأمره بالهجرة. كان على الرسول أن يختار من يقوم برد الودائع والأمانات التي كانت لديه الناس، فكان علي بن أبي طالب من يؤدي ذلك. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته متجها إلى بيت أبي بكر، وتوجه إلى غار ثور. مكث فيه 3 أيام. استخدم طرقا غير مألوفة للهجرة ليضلل المشركين أثناء البحث عنهما. استفاد الرسول صلى الله عليه وسلم من شخصيات أهل الثقة والكفاءة، مثل عبد الله بن أبي بكر لرصد تحركات المشركين، أسماء بنت أبي بكر للتموين والإمداد، عبد الله بن أريقط للدليل ومعرفة طرق الصحراء. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، استقبله أهلها استقبالا عظيما. يوم الفرح طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع.